السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل لما تروح شاطئ وتلاقي الرمل اسود زي الفحم او اخضر زي الزجاج المطحون او وردي كأنك ماشي على كريمة فراولة. النهاردة هنسافر سوا ل10 من اغرب واندر الشواطئ على الكوكب. كل شط منهم تحفة فنية ومعجزة جيولوجية ومشهد حي بيتكلم بلغة الطبيعة. بس الاغرب ان ورا كل لون وشكل قصة، بعضها مرتبط بالبراكين وبعضها بالزجاج وبعضها بكائنات دقيقة ماتت من آلاف السنين وسابت بصمتها. لو اول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. رقم واحد معانا شاطئ بونالو، الرمال السوداء. الشاطئ ده موجود في جزيرة هاواي الكبيرة. شكله بسيط جدا، خط ساحلي مستقيم والبحر قدامه لونه أزرق غامق والرملة لونها أسود فاحم أشبه برماد الفحم. المياه نظيفة والساحل حواليه شوية أشجار نخيل، لكن أكتر حاجة مميزة فيه هو لون الرمل. الرملة دي مش طبيعية بالمعنى التقليدي، اتكونت من الحمم البركانية اللي خرجت من براكين هاواي على مدى آلاف السنين. لما الحمم بتنزل على البحر بتبرد بسرعة وتتكسر وبعد كده تتفتت وتتحول لرملة سوداء. الشاطئ بيظهر فيه بشكل دائم سلاحف بحرية خضراء بتيجي ترتاح فوق الرملة، وده بيخليه محمية طبيعية والاقتراب منهم ممنوع بالقانون، والشاطئ نفسه بيختفي مع الوقت بسبب حركة الموج. رقم اتنين شاطئ باباكوليا، الرمال الخضراء. الشاطئ ده موجود في جنوب جزيرة هاواي. الساحل صغير نسبيا والمياه صافية، لكن اللي بيشد الانتباه هو ان لون الرمل اخضر زيتوني بدرجة غامقة واضحة جدا. الرملة دي جاية من معدن اسمه اوليفين، وده بيطلع مع الحمم البركانية. لما الصخور دي تتفتت مع الزمن تنزل في شكل رمل اخضر وتغطي الشط. الشاطئ واحد من 4 شواطئ في العالم فيها رملة خضراء، عشان كده نادر جدا. الوصول ليه مش سهل، لازم تمشي على رجلك حوالي 5 كيلومتر، والمنطقة حواليه مفتوحة تماما من غير اي مباني او خدمات. رقم 3 شاطئ الزجاج في كاليفورنيا. الشاطئ ده موجود في شمال كاليفورنيا ناحية مدينة اسمها فورت براغ. الساحل صخري والرملة نفسها مش رملة عادية، هي عبارة عن قطع زجاجية ملونة بألوان أخضر وأزرق وأبيض وأحيانا أحمر. الزجاج ده جاي من نفايات اتكبت في المكان ده زمان، ولما البحر بدأ يتفاعل معاها كسر الزجاج وصقله لحد ما بقى ناعم ومفيهوش أي أطراف حادة. المكان دلوقتي مزار سياحي ممنوع تاخد منه أي قطعة زجاج، وبيتم تنظيفه بشكل دوري لأنه من الأمثلة القليلة لتحويل التلوث لتحفة طبيعية. رقم 4 شاطئ الرمال الوردية في البهاما. الشاطئ ده موجود في جزيرة هاربر ايلاند في البهاما. الساحل واسع جدا والرملة لونها وردي فاتح مائل للبيج، وده ظاهر بوضوح تحت الشمس خصوصا وقت الظهر. اللون الوردي جاي من كائنات دقيقة اسمها فورامين فيرا. القواقع بتاعتها لونها وردي، ولما بتموت بتتكسر وتختلط بالرملة البيضاء. الشاطئ طويل حوالي 5 كيلومتر والرملة ناعمة جدا ومتماسكة. يعتبر من أجمل الشواطئ في العالم وغالبا بيستخدم في التصوير والإعلانات. رقم 5 شاطئ رملة باي في مالطا. المكان موجود في جزيرة جوزو التابعة لمالطا. الساحل مقوس والرملة لونها أحمر طوبي مائل للبرتقالي، وده ظاهر جدا حتى من الصورة الجوية. اللون ده ناتج من نسبة عالية من أكسيد الحديد اللي موجود في الصخور والتربة المحيطة. لما الصخور دي تتفتت تختلط بالرملة وتديها اللون الأحمر النادر. حوالين الشاطئ في تلال خضراء خفيفة، وكمان في بقايا رومانية مدفونة قريب منه. رقم 6 شاطئ فايفر في كاليفورنيا. الشاطئ ده موجود في منطقة اسمها بيك سور في ولاية كاليفورنيا، واحدة من أجمل المناطق الساحلية في أمريكا. الطريق ليه ضيق ومش معروف قوي ومفيش يافطات بتدل عليه بسهولة، وده اللي مخليه مش مزدحم بالسياح. أول ما توصل هتلاحظ إن في أجزاء من الرمل لونها بنفسجي واضح جدا، خصوصا بعد المطر أو لما الشمس تضرب الشط بزاوية معينة. الرملة مش كلها بنفسجية، لكن اللون ظاهر في خطوط وتموجات على سطح الشاطئ، وده اللي بيديه شكل غير مألوف. اللون ده جاي من نوع معين من الصخور المحيطة بالشاطئ اسمها منجنيت، واللي فيها تركيز عالي من المنجنيز والحديد. الصخور دي بتتآكل مع الوقت وتنزل في صورة بودرة ناعمة بنفسجية تندمج مع الرملة العادية. المشهد الأجمل في فايفر بيتحقق وقت الغروب، لما الشمس تغرب من خلال صخرة ضخمة فيها فتحة طبيعية والضوء بيعدي منها ويضرب البحر والرملة في لقطة سينمائية حقيقية. المكان ده مفضل للمصورين المحترفين وبيعتبر من الشواطئ الهادية جدا رغم جماله الشديد. رقم 7 شاطئ هايمس في استراليا. الشاطئ ده موجود في جنوب غرب استراليا في منطقة اسمها هاملين باي. من بعيد ممكن يبان شط عادي، رملة بيضة ناعمة، بحر ازرق ممتد وهدوء يخليك تحس انك لوحدك في الدنيا. لكن اول ما تدخل المية تلاقي الغرابة الحقيقية. اسماك الراي اللاسع بتيجي تقرب من الناس لحد الشط وتمشي وسطهم كأنها بتلعب معاهم. بيكون حجمهم كبير، بعضهم بيوصل عرضه لمتر ونص ويمشي ببطء وسط المية الضحلة، وناس كتير بتتصور معاهم او تلمسهم. سبب وجودهم هناك ان الصيادين في الماضي كانوا بيرموا بواقي الاسماك في المية، فسمك الراي اتعود يجي يدور على الاكل هناك، وبمرور السنين بقوا جزء من الشاطئ نفسه. ورغم انهم مش عدوانيين بس عندهم شوكة سامة في الديل، ولازم التعامل معاهم يكون بحذر من غير دوشة ولا حركات مفاجئة. الشاطئ بقى مزار سياحي بسبب التجربة دي، ومفيش غير اماكن قليلة جدا في العالم تقدر تشوف فيها المنظر ده. رقم 8 شاطئ كيهالولو هاواي. المكان ده موجود في جزيرة ماواي في هاواي، ومشهور بانه واحد من اندر الشواطئ الحمراء في العالم. الشاطئ صغير ومخفي،
لازم تمشي في طريق ضيق وسط الاشجار وتنزل من فوق منحدر علشان توصل له. اول ما توصل تلاقي المشهد غريب جدا، رملة لونها احمر غامق جدا شبه لون الطوب المكسر، محاطة بصخور سوداء ومية زرقاء كأنك في لوحة مرسومة بتدرجات لون ترابي. اللون الاحمر جاي من صخور بركانية حوالين الشط اسمها احجار الحديد، ودي فيها نسبة عالية من أكسيد الحديد اللي بيتفتت وينزل على شكل رمل أحمر. المية هادية نسبيا لأن الشاطئ موجود في خليج شبه مغلق، فالموج ما بيوصلش بنفس القوة، وده بيخليه مكان مميز للسباحة رغم صعوبة الوصول ليه. كتير من السياح ما يعرفوش عنه، وده اللي مخليه محتفظ بشكله الطبيعي من غير زحمة ولا منشآت تجارية. رقم 9، شاطئ رينسيفيارا في أيسلندا. الشاطئ ده من أكتر الشواطئ شهرة في أيسلندا وموجود على الساحل الجنوبي، والمنظر هناك درامي جدا، رملة سوداء فحمية وصخور ضخمة طالعة من البحر على شكل أعمدة مستقيمة كأنها ناطحات سحاب حجرية. المية هناك مش هادية، ده عنيفة جدا، وأمواجها معروفة بشيء اسمه سنيكر ويفز، أمواج ضخمة بتطلع فجأة وتسحب اللي واقف. الرملة جاية من حمم بركانية قديمة جدا اتفتتت لأن أيسلندا أصلا دولة مبنية فوق نشاط بركاني عالي، والأعمدة الحجرية اللي في البحر اسمها أعمدة بازلت اتكونت لما الحمم البركانية بردت بسرعة واتكسرت بالشكل الهندسي ده. المكان مشهور جدا وظهر في أعمال سينمائية كتيرة، ويعتبر من أخطر الشواطئ رغم جماله، لدرجة إن فيه علامات تحذير في كل مكان بعد ما الناس اتسحبوا فجأة وماتوا. رقم 10، شاطئ كايمو في هاواي. كايمو كان شاطئ عادي تماما برملة سودا وأشجار نخيل وقرية صغيرة حواليه، لكن في سنة 1990 كل ده اتغير لما انفجر بركان وساب وراه نهر من الحمم البركانية نزل على المنطقة دي بالذات. الحمم كانت قوية جدا وغطت الشاطئ والقرية كلها ودفنت كل حاجة تحتها. بعد فترة طويلة الصخور البركانية بدأت تتفتت وتكونت طبقة رملية جديدة فوق الأرض السوداء، والناس بدأت تزرع أشجار نخيل من جديد. دلوقتي الشاطئ بقى مكان رمزي جدا بيمثل فكرة ان الطبيعة ممكن تدمر كل حاجة وبعدين تتبني من الاول تاني. المكان حواليه صمت غريب وكأنك واقف فوق تاريخ جديد لسه بيتكون تحت رجلك. كل شاطئ من دول مش بس مختلف في اللون، لا ده ليه شخصية وليه قصة وليه اصل، سواء من انفجار بركاني او تحلل زجاج او كائنات دقيقة ماتت وسابت لونها. لو هتختار تروح واحد من دول هتختار انهي لون؟ اكتب رأيك في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.